السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهارده هنكمل مع بعض حل أسئلة التقييمات، إن شاء الله بأمر الرحمن هتلاقي كل التقييمات على قناتنا إن شاء الله على اليوتيوب، ويلا يا بطل عشان ما أخركش. الدرس الثاني يا جماعة التقييم الثالث إن شاء الله اللي الوزارة منزلاه نموذج ألف، يلا بينا. قال لك إذا تم طلاء أوراق شجرة صنوبر بمادة شمعية بتسد الصغور يا مستر اللي موجودة على الورقة، يبقى أنا كده معايا مثلا أهو ورقة وفيها يا مستر الصغور اللي بتعمل عملية اسمها عملية النتح، ولما عملية النتح دي يا شباب بيتم التخلص من المية الزايدة. مستر أنت دلوقتي يا مستر اتخلصت من المية الزايدة، بس للأسف الصغور دي بقى يا مستر اتسدت، أهي اتسدت خلاص بقى يا مستر شكرا. فإن أول ما سيتوقف انتاج اللجنين ملهاش علاقه، صعود الماء للاوراق حاصل. يا عم الحاج انا دلوقتي مفيش صغور هيطلع ورق ازاي؟ يبقى كده يا جماعه الاجابه رقم ب. طبعا ما ينفعش تدفق الماء في اللحاء ولا تخزين الغذاء. تستخدم التقنيات الحديثه مثل التصوير المقطعي بالمايكرو اشعه او الاشعه السينيه. في ايه يا شباب؟ بيقول لك تقنيات حديثه وبعمل يا مستر تصوير، يبقى كده مستر بيصور طرق واليات نقل الماء. يبقى كده يا مستر تصوير اليات نقل الماء والغذاء بدقه، ولا قتل الافات ملهاش اي علاقه، تحفيز التنفس مين يا عم الحاج، زياده سرعه لا 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 لا، يبقى تصوير اليات نقل الماء والغذاء بدقه. يعتبر ضغط الدم في الشرايين في اعلى مستوياته عنده، ركز معايا يا حبيب قلبي، القلب انقباض وانبساط، قال لك يا حبيب قلبي ضغط الدم الانقباضي اعلى حاجه وضغط الدم الانبساطي اقل حاجه، قيمه عليا وقيمه دنيا. يبقى طبعا يعتبر ضغط الدم في الشرايين اعلى مستوياته، انبساط غلط، اثناء النوم لا، وصول الدم للاورده، يبقى طبعا يا جماعه انقباض البطينين. إذا تم ابتكار مادة تزيد كفاءة نقل الأكسجين للميتوكوندريا، فمن المتوقع طبعا يا جماعة أنا دلوقتي حطيت مادة أو ابتكرتها عشان تزود نقل الأكسجين. زيادة تخمر حمضي؟ لا طبعا. تحول التنفس الهوائي إلى هواء ما لهاش علاقة خالص. زيادة فاعلية طبعا يا شباب إنتاج مين؟ الطاقة، طبعا بتزود كفاءة يا جماعة نقل الأكسجين. أول أصلا ما بنشوف كلمة ميتوكوندريا دي طبعا يبقى إيه؟ طاقة. اخر سؤال يا اولاد في نموذج الف، الهيموجلوبين علل، الهيموجلوبين بيؤثر على لزوجه الدم. بص يا حبيب قلبي هتقول لي لانه بزياده الهيموجلوبين، اهو لانه بزياده الهيموجلوبين تزداد كثافه الدم، وبالتالي لزوجته، او يا مستر ما كثافه الدم بتزيد لزوجته هي كمان يا مستر بتزيد، وبالتالي يؤثر على الضغط. والعكس طبعا يا شباب صحيح. خش معايا على نموذج ب. تعتمد لزوجة الدم لسه قايلينها كخاصية فيزيائية بشكل أساسي على الجهد اللازم، ولا نسبة الأكسجين، ولا تركيز البروتين وخلايا الدم الحمراء، ولا قوة التلاصق؟ لا يا مستر، أكيد تركيز البروتين وخلايا الدم الحمراء. تعتمد نظرية التماسك والتلاصق يا جماعة بتاعت النبات، اللي هي يا جماعة المية فيها بتطلع لفوق، بشكل أساسي على خصائص. طبعا يا جماعة وش يعني نبات، ووش طبعا مية، يبقى جزيئات مين؟ المية. ينتج عن التنفس اللاهوائي في عضلات الانسان عند ممارسه الرياضه العنيفه تراكم ماده. طبعا يا حبيب قلبي لما العضلات ما تلاقيش اكسجين بتتنفس لا هوائي عشان الاكسجين قليل جدا جدا جدا، فده طبعا يا جماعه بيؤدي لتراكم حمض اسمه حمض اللاكتيك اللي بسببه بيحصل شد في في العضلات. طبعا يا جماعه انا دلوقتي بدور ايوه حمض اللاكتيك. السؤال اللي بعده بيقول تخزين السكريات في الجذور شتاء ونقلها للاوراق ربيعا، يثبت ان النقل في اللحاء بيعتمد على الجاذبيه ولا بيتم في اتجاهين؟ طبعا يا جماعه بيتم في اتجاهين. حبيب قلبي الجميل، الخشب بيتم نقله هو بيتم النقل في اتجاه ايه؟ واحد. اللحاء في الاتجاهين طالع نازل براحته. المقال يلا فسر. يساهم او بتساهم وجود الصمامات داخل القلب في الحفاظ على كفاءه الدم. هتقول لي لأنها تمنع رجوع الدم للوريد مرة أخرى. نموذج ج. تؤدي إصابة اللحاء في شجرة ما جفاف الجذور من الماء، ولا موت الجذور لعدم وصول الغذاء؟ طبعا حبيب قلبي الجميل انت دلوقتي معاك ساق ومعاك حبيب قلبي الجميل جذور ومعاك يا مستر الورقه دي يا مستر بتصنع الغذاء. طبعا يا مستر مصنع الغذاء في النبات هي الاوراق،
صنعت يا مستر الغذاء. مين بقى يا حبيب قلبي اللي ينقل الغذاء ده لجميع اجزاء النبات اللي هي اصلا منها الجذور؟ طبعا يا مستر اللحاء. طب انا دلوقتي شلت اللحاء، يبقى ده كده مش هيوصل له اكل، يبقى موت الجذور لعدم وصول الغذاء. أي من العمليات التالية مسؤولة عن تحويل الطاقة الكامنة في الغذاء إلى طاقة نشطة؟ طبعا حبيب قلبي الجميل، بناء ضوئي ولا إخراج ولا طبعا يا مستر التنفس ولا إن طبعا يا حبيب قلبي الجميل الإجابة هتكون عملية التنفس. أي من العوامل التالية يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الشرياني؟ زيادة مقاومة الجدران الشريانية ولا اتساع الأوعية؟ لا طبعا. نقص حجم الدم؟ طبعا مفيش الكلام ده. بطء ضربات القلب؟ طبعا يا جماعة زيادة مقاومة الجدران الشريانية. يا جماعة الجدران لما بتزود يا جماعة المقاومة بتاعتها الدم ما بيقدرش أصلا يا مستر يمشي. ينتج عن التخمر اللاهوائي. لا هوائي اهو في فتر الخميرة. إنتاج حاجة يا جماعة اسمها الكحول الإيثيلي. مستر أنا مش لاقي الكحول الإيثيلي، هو يا بابا الإيثانول. فسر آخر سؤال أهمية وجود الليجنين في أوعية الخشب بالنسبة للنباتات الطويلة زي الأشجار. حبيب قلبي الجميل، هتقولي لأن الليجنين يكسب النبات القوة والمرونة. أهو يكسب النبات القوة والمرونة ويحافظ عليه أثناء الانضغاط، ويحافظ على النبات أثناء الانضغاط. كده تكون أسئلة التقييمات كلها يا شباب خلصت. أشوفكم إن شاء الله مع حل أسئلة كتاب الامتحان، وأشوفكم إن شاء الله المرة الجاية برضو مع حل أسئلة التقييمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.